السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عايزة أتكلم معاكم النهارده إن شاء الله في فيديو النهارده ده عن الناس اللي مش سايبة الناس في حالها. أو الناس اللي ما بتبطّلش كلام، أو الناس اللي دايمًا بتقول وتعيد وتزيد، تمام. في ناس تلاقيهم إيه، دايمًا عاملين حساب للناس. آآ يعني بُصّي، هو دايمًا بيبقى سؤال واحد إحنا عايزين نجاوب يعني عليه بصراحة، هو إمتى الناس هتبطّل تقول أو تبطّل تتكلّم؟ أصل الناس قالت، أصل الناس بتقول، أصل الناس إمتى بقى، إمتى الناس هتبطّل ده؟ إمتى الناس هتبطّل إن هي تاخد بالظاهر بس، وتاخد ليه أصلًا، والناس تتدخّل في اللي ما لهاش فيه ليه؟ أنتم واخدين بالكم معايا؟ آمم، يعني أصل إحنا ما اتخلقناش عشان كده بس، إحنا ما اتخلقناش عشان نبقى باصين لجارتنا دي، ده بُصّي دي مش عارف إيه، وبُصّي فلانة إيه، وبُصّي عِلّانة إيه. ليه يا حبيبتي اشغلي نفسِك بنفسِك وركّزي في حياتِك وركّزي آآ في طريقِك، في الرحلة اللي ربنا كاتبها لِك ركّزي فيها، تمام. أنتِ لمّا لو بُصّي مهما تعملي مش مش هتعجبي حد، مهما تعملي هيتكلّموا، مهما آمم يعني بُص، أصل في ستات كتير أوي هي عايشة عمرها كله تحت ضغط كلمة أصل الناس هتقول إيه، الناس تقول إيه. يعني أنتِ بتلبسي، في ناس بتبقى عايشة كده، يعني بتلبس عشان خاطر الناس، بتسكت عشان خاطر الناس، يعني بتيجي على نفسها عشان خاطر الناس، وتستحمل اللي ممكن ما حدش أصلًا لو الناس دي مكانها مش هيستحملوا اللي هي مستحملاه، وتقول لِك عشان خاطر الناس. أيوه يا حبيبتي، طب وبعدين أنتِ أخدتِ إيه من الناس دي؟ يعني عملوا لِك إيه؟ استفدتِ منهم إيه؟ يعني بُصّي، أنا عايزاكِ تحطّي قدّام عينيكِ كده آآ يعني يعني بُصّي، إحنا مش عايشين عشان نرضي الناس، لأ، إحنا عايشين نرضي ربنا الأول، وبعدين نرضي نَفْسنا، وبعد كده نرضي الناس الحلوين، الناس اللي بيحبونا، الناس اللي هم قريبين مننا بجد، اللي في قلوبهم رحمة، مش آمم، يعني مش في قلوبهم كُره وحقد و ويحسسوكِ إن أنتِ آآ، يعني إن قلوبهم دي يعني في عبء عليكِ كده، شايلة هَمّه طول الوقت، لأ. عايزاكِ تعملي اللي أنتِ عايزة تعمليه. آآ وبُصّي كده، لو اشتغلتِ هيقولوا بُصّي سايبة بيتها وسايبة ولادها وجوزها وطالعة تشتغل ومش عارفة إيه. لو حصل لِك موقف واتعرّضتِ لموقف هيقولوا بُصّي وسكتّي بقى وتجاهلتِ وما رضيتيش تردّي، هيقولوا لِك إيه، دي بُصّي أصلها ضعيفة الشخصية. ما دي ساكتة، دي بُص ضعيفة ما تقدرش تتكلم، ما تقدرش ترُد. ولو مثلًا قعدتِ في البيت ما اشتغلتيش، هيقولوا إيه، بُصّي الست في إيديها تقدر إن هي تشتغل وتساعد جوزها وتجيب دخل لولادها وتحسّن من عيشتها ومن مستواهم وتعمل، لكن لأ، هي ولا على بالها، قاعدة بس كده وخلاص تصرف وتاكل وتشرب وخلاص مش فارق مش في دماغها الدنيا. أنتم فاهمين؟ مهما تعملي مش هيتكلموا. ما أصل متّكلة، ما أصل لاقية اللي بيجيب وبيصرف، ما أصل مش عارف إيه. ارحمونا بقى.
ارحموا الناس، ارحموا الناس، خلّوا في قلوبكم شوية رحمة. أنتِ ما تعرفيش ظروف اللي أنتِ بتتكلمي عنها دي إيه، ما تعرفيش هي بتمُر بإيه، ما تعرفيش هي بتعمل كده ليه، ما تعرفيش يعني أنتِ ده لمّا بيشوفوا واحدة بتضحك بيقعدوا يقولوا هي وراها حاجة، ما هي مش حاسة بحاجة تضحك دي ولا على بالها، دي رايقة، دي اللي مش عارف إيه، أنتم ما تعلموش، ده ممكن يكون جواها حزن الدنيا كُلّه، لكن هي ما بتحبش تبيّن. ما تحبش تحسّس حد من اللي حواليها إن هي تعبانة والّا حزينة والّا زعلانة وبتتعامل عادي يعني. آآ بُصّوا يعني مش عارفة، حالات كتير أوي. تلاقي مثلًا البنت اللي تتجوّز بدري يقعدوا يقولوا إيه، أنا عارفة مستعجلة على إيه، أنا عارفة يا أختي هو اللي اتجوّزوا خدوا إيه. يا سلام! ولو قعدت بقى واتأخّرت في الجواز ما دي بايرة، آآ دي قاعدة تتدلّع، دي قاعدة مستنية مش عارف لمّا ييجي لها إيه، وييجي لها إيه، ويعمل لها إيه، ويجيب لها إيه، لا إله إلا الله! ليه مش قادرين تقتنعوا إن ده نصيب، وإن يعني دي حاجة مكتوبة، وإن سواء بدري سواء متأخّر والله ده الوقت اللي ربنا أراد فيه يعني بالحاجة دي إن هي تتم. آمم يعني بجد حاجة مضايقاني ومضايقة كذا حد كتير أوي يعني، معظم الناس تلاقيها في ناس بتعمل حساب للأسف للناس، أنتِ تعملي حساب ليه يا حبيبتي؟ ما حدش هيعيش مكانِك، ما حدش هيتحاسب مكانِك، ما حدش هيحس بوجعِك لو أنتِ موجوعة وتعبانة وجاية على نفسِك وبتتحمّلي وتقولي أصل عشان خاطر العيال، عشان خاطر ولادي، عشان خاطر مش عارف إيه، أنا جاية على نفسي في كذا عشان خاطر كذا، والناس بتتكلم عليَّ وبتقول، الناس إيش عرّفها إن أنتِ متحملة كل ده؟ الناس بتتكلم، الناس هتتكلم، في الحلو بتتكلم، في الوحش بتتكلم، وللأسف، للأسف يعني لساننا ده هو سبب دخولنا يا جنة يا نار، والناس برضه مش بيمسكوا لسانهم، مش بيربطوا عليه. يعني المفروض خير الكلام ما قل ودل، والله هاقول حاجة فلتقل خيرًا أو لتصمت، يعني يا أقول حاجة حلوة وحاجة ترضي ربنا، يا ما اتكلمش أنا مالي، خلّيني في حالي. طيب أنتِ بقى لو لا قدّر الله واحدة مثلًا اتجوزت و وكان طلع راجل مؤذي وراجل مش كويس لأ مش هينفع إن فعلًا إنِّك تكمّلي معاه حياتِك. وانفصلتِ أو اتطلّقتِ مثلًا، هيقولوا إيه، أصل هي مش صبورة، دي مش بتاعة إن هي تتحمّل مسؤولية بقى وتفتح بيت وتعيش و وكده، آه، إمم، طيب ولو هي بقى لو هي آمم، يعني اتجوّزت واحد مش على مزاجهم هُم، يعني مش عاجبهم، هيقولوا إيه، بُصّي، ما بتسمعش الكلام، ياما قُلنا لها، ياما مش عارف حذّرناها، ياما صح؟ هيقولوا كده. فبُصّي، عايزة أقول لكل واحدة بجد اللي بتتكلّم كفاية بقى، يعني كفاية، كفاياكِ كلام، ركّزي بقى في حياتِك شوية، راجعي نَفْسِك، أنتِ ترضي حد يتكلّم عليكِ؟ يعني زي ما أنتِ ما بتتكلّمي على غيرِك كده، ترضي حد تقبليه على نَفْسِك؟ تقبلي الكلام ده على بنتِك، على أختِك، طالما ما تقبليهوش لا على نَفْسِك ولا على غيرِك، يبقى خلاص بقى اسكتي، تسكتي وما تتكلميش. يعني أصل الواحد يعني أنتِ في الآخر هتقولي طَب أنا كده أنا هارضي مين؟ ما ترضيش حد يا حبيبتي، ما ترضيش حد غير نَفْسِك، يعني ارضي ربنا ثم نَفْسِك، تمام؟ آمم يعني عالم يعني بجد
حاجة غريبة. لو الست لقيتيها لو لقوا الواحدة بتهتم بقى بنفسها وببيتها وبجوزها وبحياتها وبلبسها وبمظهرها في اهتمام، آه، ما رايقة، ما مش عايلة هَم حاجة، دي يعني يقعدوا بقى، دي أصلها شايفة نفسها، دي أصل أكيد مش عارف في إيه، أصل أكيد إيه. وللأسف الشديد يعني بيدينوا نفسهم بحاجات هم مش قدّها. طب لو أهملت بقى في نفسها، ده بُصّي دي كذا، دي كذا، دي كذا، ويقعدوا يعني مش عارفة أقول يقعدوا يقللوا منها وأصل هي مهملة، أصل ده جوزها هيبُص برّه، ده جوزها مش عارف إيه، بيعملوا أفلام خلّي بالِك، وممكن أصلًا يعني هي وجوزها يكونوا كويسين جدًا مع بعض، ويكونوا عادي ومتفاهمين وقابلين بعض كده بحياتهم دي، آآ أنتِ تحكمي عليهم ليه يا حبيبتي؟ تحكمي عليها ليه إن هي مهملة والّا إن هي إن جوزها ده مش عارف هيبُص برّه والّا هيعمل إيه، أنتِ أنتِ حكمتِ على كده بناءً على إيه أصلًا؟ يعني زي ما قُلت للأسف يعني بتدينوا نَفْسكم آآ بتداينوا نَفْسكم يعني بشكل غريب وعلى حاجات تافهة، حرام يعني آآ لو لقوا لو لقوا واحدة شخصيتها قوية وشديدة شوية كده في التعامل، آآ دي حد قدّها، دي قوية ومفترية. طب خلاص خلّيني حنيّنة وخلّيني طيبة وخلّيني باتعامل كويس مثلًا مع أولادي. بُصّوا الدلع، بُصّي بتدلّع ولادها إزاي، بُصّي مش عارفة تربّي إزاي، دي بتبوّظ العيال، دي مش عارفة تربّي أصلًا، هي تعرف إيه عن التربية؟ هي العيال ينفع معاها الحنيّة والدلع ومش عارف إيه؟ طَب ما يمكن أنتِ شايفة الجانب الحنيّن أنتِ بتشوفيها هي بتعاقب والّا لأ، أنتِ بتشوفي طريقة التربية كلّها، يعني أنتِ بتشوفي هي بتعمل معاهم إيه، أنتِ حكمتِ من موقف شُفتيه مثلًا. طيب هو أنتِ شُفتِ يعني باقي أسلوبها في التربية مع ولادها جوّه بيتها، أنتِ عايشة معاهم ال24 ساعة عشان تتكلّمي وتقولي؟ يعني مش فاهمة، مش فاهمة. الست يعني أو أي واحدة اتعرّضت لموقف وسكتت، دي ضعيفة الشخصية. لو زعّقت وعلّت صوتها، ده بُصّي ده بتجيب صوتها آخر الشارع، ده صوتها جايب آخر الشارع، دي صوتها عالي، دي مش عارف إيه، دي بُصّي بتعامل ولادها إزاي. مع إن يعني ممكن أصلًا ولا واحدة من اللي بيتكلّموا دول لو يعني واحدة لو كانت واحدة منهم، واحدة غيرها هي عارفة هي بتربّي إزاي وهي بتعمل إيه مع الأولاد وإيه اللي بيوصّلها لكده، يعني ما كانوش هيستحملوا، ما كانوش يعني لو يشوفوا هي بتتعب قد إيه معاهم مثلًا مش هيتحمّلوا ده. فما تحكموش على حد كده من برّه. يعني في ستات كتير أوي استحملت وجع كتير ووجع كبير، ويقولوا عليها دي ست جدعة، دي متحمّلة، دي مش عارف إيه، ولو واحدة تانية يعني قالت خلاص أنا مش قادرة، يعني أنا اتحمّلت بما فيه الكفاية، أنا جِبت آخري، ماشي، بُصّي أنانية، فكّرت في نَفْسها. آآ يعني ما بصّتش لأي حاجة، ما افتكرتش حاجة، يعني مع إن والله يعني ما حدّش فيهم لو كان عايش مكانها ويعني والّا حتى يعني هي شاف اللي هي شافته في حياتها، هيقدر يتحمّل اللي هي اتحمّلته ده وشافته وكانت بتعاني منّه طول حياتها. فللأسف يعني دي بقى الحقيقة اللي بتوجع بجد، يعني إن في ناس مش عايزاكِ تكوني مبسوطة، في ناس عايزة بس تمشّي
كلامها عليكِ وعايزاكِ أنتِ تمشي بقى على مزاجهم. آآ يعني لو خرجتِ كده عن الخط اللي هم حاطينه لِك، لأ إزاي؟ يبقى الغلط منِّك أنتِ. كمان يعني عايزة يعني إيه، عايزة أقول لِك يعني إن كلامهم لا هو لا هيزوّدِك ولا هينقّصِك ولا يعني مش عارفة مش هيعيّشِك أصلًا، مش مش هيزوّد في حياتِك حاجة. عايزة أقول لا هيشيل عنِّك هَم أنتِ حاسة بيه ولا تعب ولا آمم يعني ما حدش هيروح مكانِك ويتحاسب، ما حدش هييجي في مكانِك وفي حياتِك ويقول لِك تعالي أعيش مكانِك شوية وأتحمّل مكانِك شوية، لأ، يعني حتى يعني عايزة أقول كلامهم مش هيقوّي حتى ثقتِك في نَفْسِك أو هيكسرها أو أنا ده من رأيي والمفروض يعني اللي أغلب الستات تبقى فاهماه، تمام؟ يعني مش عارفة والله أقول إيه بجد، الموضوع ده مضايقني جدًا، لإن كذا حد من ناس قريبين منّي يقعدوا يقولوا لي: "لأ يا شيخة عشان أصل فلانة دي عارفة ممكن تقول كذا، لأ أصل الناس هتقول مش عارفة إيه." في إيه يا جدعان، في إيه؟ مش كده، يعني خلّي عندِك كده ثقة في نَفْسِك. آآ الثقة دي هتيجي من إن أنتِ عارفة نَفْسِك وعارفة حدودِك وعارفة قيمتِك وعارفة نيّتِك دي أنتِ بتتعاملي إزاي وبتتعاملي لمين في الأول وفي الآخر وكل خطوة أنتِ بتخطّيها في حياتِك وكل كلمة أنتِ بتقوليها وكل فعل أنتِ بتقومي بيه وبتعمليه، أنتِ عارفة قيمته، أنتِ عارفة إن أنتِ نيّتِك خالصة لوجه الله خلاص، هتعملي حساب ليه للناس ولكلام الناس؟ أنتِ هتفضلي يعني أنتِ، حتى لو بُصّي، يعني لو الناس دي ما عجبهاش إيه، أنتِ أصلًا مش مطالبة آآ إنِّك تشرحي حياتِك للناس وإنِّك تفسّري وتقولي وتبرّري وأنا اخترت كذا عشان كذا وأنا اضطريت أعمل كذا علشان خاطر حصل لي كذا، لأ أنتِ مش مضطرة ولا مُجبرة، يعني مش عارفة هو أنتِ لازم بقى تقعدي كده في حياتِك وتجمّعي الناس وتعملي كده زي مؤتمر صحفي وتدّي بقى تقولي آمم يعني تدّي مُبررات عن كل قرار أنتِ خدتيه في حياتِك أو كل خطوة أنتِ عملتيها في حياتِك، لأ أكيد يعني مش كده، يا ستّي افتكري دايمًا يعني افتكري إن كل من عليها فان، كلّهم هيروحوا. هييجي عليكِ وقت أصلًا الناس دي مش هتبقى موجودة. آمم يعني خُدي يعني عايزاكِ تاخدي العنوان ده كده قاعدة كده في حياتِك، كل من عليها فان، فعلًا لا رأيهم هينفعني ولا رأيهم ده هيدوم ولا مثلًا يعني كلامهم ده هيفيدني أو هيعود عليّا بحاجة أو هيفضل هو الكلام ده ثابت ويقعدوا يزيدوا فيه كل يوم. ولا الناس نفسها هتبقى موجودة، يعني أنتِ ممكن أصلًا اللي يتكلم عليكِ النهارده بُكرة ما تلاقيهوش، خلاص خلصت، يبقى أنا ليه أبقى ضاغطة نفسي وتعبانة وحاطة نفسي كده في ضغط بسبب كلمة الناس قالت، الناس هتقول، الناس قالت، الناس هتقول، يعني حتى وجودهم مش مضمون، فأنا يفرقوا عندي في إيه؟ فعايزاكِ ما تضيّعيش وقتِك ولا صحتِك النفسية ولا عُمرِك ولا يعني كل ده ما تضيّعوش كده في كلام فاضي وخلاص، مجرّد كلام بيتقال، وبيتقال من وجهة نظر مش صح كمان، يعني الله أعلم بتبقى ممكن يعني بتبقى نظرات الله أعلم، حقد، تعليقات كده مسمومة، لأ، طَب وأنا على إيه؟ أركّز معاهم ليه؟ عيشي لنفسِك، اسعدي نفسِك، حاولي كده تبقي عايشة يعني في حياة هادية، حياة متطمنة فيها، ما بتأذيش حد، ما بتضرّيش حد، ما بتظلميش حد، ما بتجيش على حد في حاجة،
طالما خلاص أنتِ عايشة بالأصول وبالمعروف وعايشة يعني باللي يرضي ربنا، هتخافي ليه؟ يعني بُصّي، خلاص كل بقى عايزاكِ كل كلمة ما لهاش قيمة، كل رأي ما لوش أي لازمة، تعملي له إيه بقى، ارمي ورا ضهرِك، يعني خلّيه ورا ضهرِك ما ولا كإنِّك سامعة، ولا كإن حد بيقول لِك أي حاجة أصلًا، ولا كإن في حاجة حصلت. أصل بُصّي يا ست الكل، يعني لو ضميرِك مرتاح وقلبِك نضيف وربنا خلاص أنتِ بتراعي ربنا في كل حاجة، يبقى أي كلام تاني ما لوش أي لازمة. أي كلام تاني هيتقال من فلانة وعلانة يعني، ده مجرد صوت عالي كده ما لوش عندي أي لازمة. عايزاكِ تعيشي حياتِك بطريقتِك وبقلبِك الأبيض، بقلبِك الطيب النقي. سيبِك كده من الناس، ولا تقولي بقى يعني قالوا ولا عادوا، أصل الناس قالوا وهيقولوا يعني وهيفضلوا يقولوا دلوقتي وهيقولوا كمان بعدين. فأنتِ بُصّي لازم تفضلي يعني تفضّلي كده إنِّك تعيشي عيشة هادية، هادية، في كده استقرار نفسي. كل ما تبقي هادية ونفسِك كده متطمنة وهتعيشي مرتاحة، هتعيشي مرتاحة وبالِك ده رايق ومرتاح. بس فدي نصيحتي ليكِ يعني. أنا والله بُصّوا بقى الفيديو ده أنا كان مضايقني أوي الكلمتين دول، فقُلت أطلع أقولهم لكم يعني أقولهم لكم في فيديو، واحكوا لي كده قولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات يا ترى أنتم مرّيتوا بمواقف من دي، يعني جه عليكِ وقت وكنتِ حاسة إنِّك مضغوطة برضه بسبب خايفة لا أصل الناس تقول عليَّ كذا، أصل الناس مش عارفة إيه، يعني قولوا لي. أنا عن نفسي مرّيت بس ما خُفتش بصراحة. قولوا لي كده يعني أنا كنت بس أنا ما خُفتش بصراحة، يعني ما عملتش مش قصة ما عملتش حساب لكلام الناس، أصل خلاص أنا طالما باخد خطوة لربنا وبعديها ليّا أنا هابقى مرتاحة فيها خلاص. أول حاجة هُم يعني الموقفين مرتبطين ببعض أوي، لمّا لبست الخمار في الأول قبل النقاب وكذا حد يعني كان تعليقه عليَّ إيه ده اللي عملتيه ليه كده؟ ما أنتِ كان لبسِك حلو وكويس ومحترم وحشمة ومش عارفة إيه. ف والله أنا مرتاحة كده، أنا يعني دي ما أفتكرش إن دي حاجة هتنفعكم أنتم ولا تفيدكم بحاجة، ده شكلي أنا ومظهري أنا وأنا مرتاحة كده. جيت بعد كده لمّا لبست النقاب كتير أوي بقى يقول لي إيه، أنتِ كبّرتِ نَفْسِك أوي كده ليه؟ أنتِ بقيتِ عاملة زي الحاجة. أقول لهم يا رب ربنا يسمع منكم، يا رب أبقى حاجة، يا رب أحِج وأزور بيت ربنا. ولو أنا كنت كبّرت نَفْسي، فأنا فعلًا أنا كبرت، كبرت عند ربنا، ما كبرتش عند الناس. فالحمد لله، الحمد لله إن أنا إن أنتم شايفينّي كبرت، كبرت مقام، ما كبرتش سِن. فربنا يهدينا جميعًا يا رب و ويشغلنا بنَفْسنا وبأحوالنا، وأظن الدنيا فيها بما فيه الكفاية، يعني فيها كتير أوي، البيوت مليانة، فلو كل واحد أو كل واحدة فينا تركّز في بيتها، في حياتها، في حياة ولادها، مع جوزها، كلنا هنبقى أهدى وأريح وأحسن وأسعد من كده كتير. طوّلت عليكم في الفيديو ده، وزي ما قُلت لكم اكتبوا لي بقى في الكومنتات كده يا ترى إيه المواقف اللي أنتم اتعرّضتوا لها أو أي وقت كنتم اتحطيتوا في ضغط نفسي بسبب خايفين بقى من كلمة الناس قالت والناس هتقول. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد بقى إن شاء الله. السلام عليكم.